بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل كيس الحلواني في البيت بأكياس موجودة في أي بيت. عملت معاكم الكيس الأبيض وكمان الكيس الأبيض الشفاف. يا ريت بس تتابعي الطريقة للآخر، ويا ريت لو أول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. أهم حاجة نختار الخامة اللي احنا هنعملها، يعني لازم نختار خامة كده تكون جامدة علشان نستعملها كذا مرة، مش مرة واحدة وتترمي. انا هعمل معاكم الكيس الابيض وكمان الكيس الشفاف، بس اي كيس هتلاقيه صحي اعمليه. في الاول بقى بنتخلص من الجزء اللي فوق والجزء التحتاني، وبنتني الكيس وبنتخلص من الجزئين مع بعض. جربي بقى فكرة النهاردة، مش هتخسري حاجة. اكياس موجودة في البيت، بدل بقى ما تشتري كيس الحلواني استعمال مرة واحدة ويترمي، لا هتعمليه النهاردة بكيس شفاف موجود في البيت. يعني الكيس اللي انا بقصه معاكم كده كيس بتاع ملابس، بدل ما نرميه هنستعمله في كيس الحلواني. بعد بقى ما قصيته الكيس فتح معايا بقى 2، يعني كل كيس هتقصيه هيبقى 2، بس اهم حاجة ان انت تقصيه بشكل مظبوط، يعني تعمليه على قد ما تقدري مربع. الجنب ده بقى اللي احنا هنركب فيه البلبلة او الام، والجنب التاني اللي هنلحمه، الجنب التالت اللي هو هندخل فيه الكريم شانتيه او العجينة. مهم جدا ان انت تمشي ايدك على الكيس وتضغط عليه شوية علشان بس تبقى باينة مكان الطبقة اللي انت تنتيها. بعد كده انا قست الكيسين على بعض فلقيتهم كبار، فانا هجيب المقص واظبطهم. لو انت بقى عايزاه كبير عادي خالص سيبيه، انا مجرباه كذا مرة يعني مش اول مرة اعمله. بجد انا عايزاكي تجربيه، هينفعك في العجينة الكاكاو او العجينة الفاتحة والكريم شانتيه. يعني بدل ما يبقى عندك كيس واحد هيبقى عندك بقى كذا كيس، وهتعمليه في البيت بحاجات موجودة في اي بيت. كده الكيس جهز معانا. الجنب ده بنقصه وبنحط فيه الام، والتاني بنلحمه. التالت بقى اللي هو بنحط فيه الكريم شانتيه او العجينه. هقص بقى معاكم الكيس التاني بنفس الطريقه، بس اهم حاجه القص، يعني ما ناخدش قوي. الكيس لو كبير معانا نقدر نظبطه في الاخر. يعني انا قصيت من تحت اليد، وبعد كده باخد بقى من تحت حاجه بسيطه خالص وبقصها. عايزاكي بقى تدي لنفسك مساحة، يعني الكيس لو حجمه كبير معاكي تقدري بقى تظبطيه في بقية الخطوات التانية. ما تعمليش حاجة كده وتطلع معاكي في الآخر يعني مش مظبوطة وترميه. بعد كده قصيت بقى من فوق ومن تحت، باجي بقى اتني الكيس علشان اخد الطرفين مع بعض مرة واحدة. بعد ما بنقص الطرفين مع بعض الكيس بيفتح وبيبقى 2، وكمان بيبقى شكلهم مظبوط، بيبقى مربع. وزي ما قلتلك لو كبير هنقدر نظبطه في الآخر. يعني بقية الخطوات محتاجين ان الكيس يبقى لسه كبير معانا علشان لسه هنظبطه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يبقى قص الكيس في البيت سهل جدا. وكمان عملنا قمع الحلواني، بس انا عاملاه على القناة التانية لو انت حابة تخش تشوفيه. وكمان عاملينه بحاجات موجودة في البيت، يعني ما اشتريناش اي حاجة من بره خالص. يبقى قص القمع وكمان الكيس عملناه بحاجات موجودة في البيت. بجد طريقة سهلة جدا ومفيش اسهل من كده بصراحة. ادي بقى كده خلصت بقى قص الكيس خالص. بنتنيه برضو، بنجيب الطرفين كده على بعضيهم. بعد ما بنساوي الطرفين بنيجي بقى على اخر التانية كده وبايدنا وبنمشي عليها علشان تبقى معانا مظبوطة وما تتفتحش معانا تاني. ادي بقى الجنب اللي هنلحمه والجنب التاني اللي هنقص فيه القمع. هعمل معاكم بقى الكيس التاني علشان بقى شكل الاكياس تطلع معاكي مظبوطة. بتجيبي كيس من اللي انت قصتيه في الاول وبتحطيه على الكيس وبتقيسي عليه وتقصي. يعني انا حاطه الكيس الشفاف وبقص عليه علشان بس شكلهم كده يبقى في الاخر مظبوط. هنخش بقى على الخطوه التانية وهي سهله جدا، بس اهم حاجه تمشي عليها مظبوط عشان الاكياس تطلع معاكي في الاخر مظبوطه. بعد ما خلصنا قص خالص بنجيب بقى صفحتين من اي كتاب كده من بتاع ولادنا، وينفع تعمليها كمان بمناديل المطبخ. بعد كده انا قسمت الورقه بالمقص نصين، وكل ورقه هاخدها كده واتنيها نصين. يبقى كده جهزت معانا الخطوه دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقيه الخطوات. بعد كده بنجيب بقى مكوة الملابس وبنسيبها لما تسخن. في الوقت بقى اللي بتسخن فيه بنجيب الكيس وبنلبس الورقة اللي احنا تانيينه. اول ما بتسخن بنمشي بقى على حرف الكيس مرة واتنين. اهم حاجة هو لحام الكيس. المكوة لو سخنة معاكي من مرتين هيلحم. المكوة لو لسه مش سخنة جامد هتلاقي الكيس بيسخن بس لسه ملحمش. يعني انا شفت كده الورق لقيته لسه الكيس سخن بس لسه ملحمش. هرجع بقى اعيد على الكيس تاني لحد ما الاقي اللحام بقى جامد ومظبوط، علشان ساعة ما نضغط بالعجينة ما يفتحش معانا خالص واحنا شغالين.
عادي خالص ان انت تعيدي عليه بالمكوى مرة واتنين تاني، احسن ما تبقى المكوى سخنة جامد وتسيح معاكي الكيس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بصراحة مش هتلاقي احسن من لحام المكوى. يعني لو حطيتي سكينة على النار ولحمتي بيها، هي استعمال مرة واحدة بس وبيفتح معاكي وانت شغالة. شايفين بقى اللحام الكيس ما شاء الله جامد. استحالة بقى ان هو وانت بتضغطي بالعجينة يفتح معاكي خالص. انا عايزاكي بس وانت لسه عاملاه ما تشدوش، سيبيه بس نص ثانية وارجعي شوفيه، هتلاقي بقى اللحام جامد. لو لقيتي اللحام بيفتح يبقى انت ما لحمتوش مظبوط. انا عايزاكي تلحمي الكيس حتى لو الورق لزق مع الكيس، عادي خالص بتشيليه بكل سهولة. لو ما طلعش معاكي بلي الكيس مية وارجعي اغسليه، هتلاقي بقى مفيش خالص ورق خالص لازق على الكيس. يعني طريقته سهلة ومفيش اسهل من كده، بس اهم حاجة ان احنا نلحمه مظبوط. انا كده شلت الورق والكيس لحم ما شاء الله، وكمان الورق اللي كان بيلزق كنت ببل الكيس ميه وبشيله. لو الكيس لحم معاكي قوي، عادي خالص بتشيليه بالمقص، بس ما تحاوليش ان انت تدخلي قوي على اللحام علشان ما يبقاش يفك معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ادي بقى شكل اللحام جامد جدا، هوريهولك كمان من جوه. شايفين؟ استحاله بقى ان هو يفك خالص واحنا شغالين. اهم حاجه بقى ان انت تقصي الكيس مظبوط وتيجي في اللحام تلحميه مظبوط. تعالوا بقى نشوف الخطوه الاخيره، وهي اهم حاجه. اهم حاجه علشان الكيس ما يرجعش ترميه في الاخر، ان انت بتقيسي القمع في الاول وترجعي تقصي. ما ينفعش خالص ان انت تقصي وخلاص علشان ما يوسعش معاكي. لو ساعة هتيجي بقى تضغطي بالعجينة هتلاقي القمع بيطلع بره الكيس بسرعة. محتاجين ان القمع يبقى نصه في جوه الكيس ونصه بره. ادي بقى شكل الكيس في الاخر. لو لقيتي نفسك قصيتي والقمع بيطلع معاكي بسرعة، ارجعي الحميه تاني الجنب اللي فتح معاكي جامد. حطي الورق والحميه، شغلي المكوى تسخن تاني والحميه، يعني مش هنرميه، لا احنا هنلحمه ويرجع ينفع معانا تاني. بس يا ريت ان احنا نقص واحده واحده. لازم بقى ان القمع يبقى نصه جوه الكيس ونصه لبره، علشان ساعة ما العجينة تضغط على القمع ما ينطرش معانا لبره. وكمان انا بشد القمع لقدام والكيس لورا جامد جدا. ولو عملتيه بالغلط زي ما قلت لك هترجعي تلحميه، يعني مش هنرميه، لا هنرجع نلحمه. فيا ريت نظبط الخطوات علشان الكيس ما نرموش في الاخر يطلع معانا مظبوط. ادي بقى شكل اللحام في الاخر. اللحام جامد والقمع كمان جامد من قدام. جربي بقى فيه اي عجينه، استحاله ان هو يفك او القمع يطلع معاكي وانت شغاله. الكيس جامد وكمان القمع من قدام قصناه مظبوط، يعني مش هيفلت ولا هيخرج معانا واحنا شغالين. هينفع بقى معاكي في الكريم شانتيه او العجينه الكاكاو او العجينه الفاتحه. يعني عندنا كذا كيس من الاكياس موجوده في البيت، طريقه سهله جدا وسريعه. انا عايزاكي بس تجربيها. وحلقه النهارده خلصت، بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناه. استنيني فيديو جديد. السلام عليكم.